يبدأ الفيلم بمايك وماركوس، وبيكون النهاردة فرح مايك واللي بيكون سايق العربية بسرعة جنونية، وماركوس بيكون مرعوب جدا من السرعة بتاعته، فبيطلب منه انه يوقف العربية لانه تعب وعاوز ينزل يجيب حاجة يشربها. فبيوقف مايك العربية وبيقول له قدامك 90 ثانية بس، لانه بيكون مش عاوز يتأخر عن العروسة، وبيأكد عليه انه ما يشتريش حاجة فيها سكريات او نشويات او املاح، ده لان ماركوس ممنوع منهم. لكن ماركوس اول ما بيدخل المحل بيجري على المكان اللي فيه الحلويات وبياكل منها اللي يقدر عليه بسرعة، وبيروح كمان يشتري سندوتش. لكن فجأة بيدخل حرامي معاه سلاح وبيهدده هو وصاحب المحل، فبيقول له ماركوس ان احسن لك تمشي قبل ما 90 ثانية يخلصوا. وطبعا الحرامي مش بيكون فاهم قصده لحد ما بيلاقي مايك داخل لهم علشان ماركوس اتأخر عليه، وبيفضل يتكلم مع ماركوس، وفي لحظة بيكون اتحرك بسرعة وبيمسك ايد الحرامي، وبيقوم مايك ضرب الحرامي بالنار في رجله. وبيمشوا بعد ما بيقولوا لصاحب المحل يتصل بالشرطة، وبيروحوا الفرح وبنعرف ان مايك هيتجوز كريس الممرضة اللي كانت بتعالجه اثناء اصابته الاخيرة. وبيكون حاضر الفرح زمايلهم في الشغل دورن وكايلي وريتا وادم جوزها اللي بيكون مرشح لمنصب عمدة الولاية. وبيقوم ماركوس يقول كلمتين كاتبهم لصديقه مايك، وبيرحب بكال حفيدة هاورد مديرهم المتوفي، فبتقف كال وبتهني مايك باسم جدها. بعد كده ماركوس بيفضل يرقص ويغني لحد ما بيتعب جدا وبيقعد على الأرض وبيفقد الوعي، فبيلاقي نفسه في عالم تاني في بحر وقدامه شجرة عليها بغبغان، وبيشوف قدامه هاورد اللي بيقرب منه وبيقول له إن وقته لسه ما جاش، وبيقول له حاجة في ودنه. وفجأة بيفوق ماركوس وبيلاقي نفسه في المستشفى، فبيفك كل الأجهزة والمحاليل وبيخرج من الأوضة، وبيكون مايك نايم على كرسي جنبه وبيصحى وبيشوفه وهو خارج، فبيجري وراه علشان يلحقه، وبيلاقيه طلع على السطح وواقف على حافة المبنى وبيكون في قمة السعادة. فبيقعد وبيسأله في ايه بالظبط، فبيقول له ان وقته لسه ما جاش، وبيعرفه كمان انه هتحصل له مشكلة كبيرة في حياته وهيضطر وقتها انه ياخد قرار صعب جدا. وبنروح بالليل لمكان تاني خالص، بنشوف واحد اسمه جراس اللي راح لواحد تبع المافيا وطلع له الكارت بتاع هاورد مدير مايك وماركوس المتوفي، وبيطلب منه انه يحول 20 مليون دولار على حساب هاورد لكن بتواريخ قديمة. ولما بيرفض بيقوم جراس قتل الحارس بتاعه وبيهدد انه هيقتل البنت الموجودة في المكان، فبيخاف وبيحول الفلوس، لكنه بيمسك بعد كده البنت وبيجبرها تقتل كل الموجودين. وتاني يوم مايك بياخد ماركوس وبيرجع على بيته والكل بيفرح برجوعه، وبيدخل ماركوس على التلاجة على طول يدور على اكل اللي بيحبه، وبيتضايق لانه مش بيلاقي خالص حاجة من اللي بيحبها، فبيزعق لابنه ريجي لكنه بينكر. وبيفكر ماركوس انه ظابط في البحرية الامريكية وانه المفروض ما ياكلش النوعيات دي من الاكل، فبتوصل معاه انه يراجع كاميرا المراقبة، وبيكتشف ان مراته هي اللي شالت الاكل، ولما بيواجهها بتقول له انه مش هياكل غير الاكل الصحي اللي الدكتور قايل عليه. وساعتها مايك بيسيب ماركوس يكمل خناق معاهم وبياخد كريس وبيرجعوا لبيتهم. وبالليل مايك بيكون نايم وبيحلم ان ابنه ارماندو بيقتل هاورد، والصبح بيشوف الاخبار وبيكون شغال مؤتمر صحفي بيعلن فيه رئيس مكتب التحقيقات ان هاورد كان بيتعامل مع المافيا، فبيتعصب مايك وبياخد ماركوس وبيروح على مركز الشرطة، وهناك بيكون رئيس مكتب التحقيقات مجمعهم كلهم، فبيسأل مايك ريتا عن اللي بيحصل، فبتقوله ان في ادلة جديدة ظهرت بتثبت ان هاورد كان فاسد. وبيكمل رئيس مكتب التحقيقات كلامه وبيعرف مايك ان الشهود اللي كان ممكن يعرفوا منهم الحقيقة كلهم ماتوا، وبيقول له ادم ان في مبالغ كبيرة جدا اتحولت من المافيا لهاورد من سنتين. لكن مايك بيتضايق لانه بيلاقيهم مصدقين ان هاورد كان فاسد، وبيكون عاوز يتخانق مع رئيس مكتب التحقيقات لانه عمل مؤتمر صحفي شوه فيه سمعة هاورد. في الوقت ده بتيجي جودي بنت هاورد اللي بتشتغل في البحرية الامريكية، وبتقول لهم انها عارفة انها ما ينفعش تتدخل في اللي بيحصل لانه خارج نطاق سلطتها، لكنها عاوزة تعرف مصدر اتهاماتهم. فبيقول لها مايك انه في صفها وانه مش هيسكت غير لما يلاقي الحقيقة، لكنها بتكون متضايقة منه وبتفكروا ان ابوها كان ممكن يكون لسه عايش لولا ان ابنه ارماندو قتله، وانها لو شافته قدامها هتقتله بدون تردد. هو بيروح مايك يزور ابنه في السجن وبياخد معه ماركوس وبيسأله عن هاورد واذا كان فعلا اشتغل مع المافيا. بالعكس هو كان بيدور وراهم وقبض على عدد كبير منهم وانه قتله بأوامر من المافيا. هو بيعرفهم كمان ان في حد من فريقهم ما يعرفش اسمه هو اللي كان عاوز يقتل هاورد، لكنه شافه مرة واحدة وانه ما صدق يقتله لانه كان فاكره انه السبب في موت ابوه.
أبوه قبل ما يعرف إن مايك هو أبوه الحقيقي. ونرجع تاني لجراس وبنشوف إن معاه كمبيوتر هاورد، وبيكون جابهوله الراجل اللي من الشرطة اللي بيشتغل لحسابه، وبيطلب جراس من هاكر إنها تفتح الكمبيوتر علشان تمسح أي معلومات عنهم في القضية اللي كان هاورد بيحقق فيها. لكن الهاكر بتكتشف إنها تعرضت لخدعة، وإن في رسالة اتبعتت على تليفون ماركوس، فبتوتر جراس وبيطلب منها تعرف مين هو ماركوس وتجمع كل المعلومات عنه. وبنروح لماركوس اللي بيلاقي رسالة جاياله من هاورد، فبيستغرب جدا، وبتكون عبارة عن فيديو فبيشوفه هو ومايك. هو بيقول لهم فيه معناه إنكم بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي يبقى أنا أكيد ميت، وإنه عارف إنه في خطر لأنه قرب خلاص يكشف الحقيقة. وبيأكد لهم إن في جواسيس في فريقهم، وعلشان كده بيطلب منهم إن هم ما يثقوش في حد أبدا، وبيقول لهم إن العملاق هو اللي معاه طرف الخيط اللي هيوصلهم للحقيقة. فمايك مش بيكون فاهم حاجة، لكن ماركوس بعد تفكير بيقول إن العملاق أكيد هو زميلهم فليتشر اللي ساب الشغل من فترة وفتح ملهى. ونرجع تاني لجراس اللي بيكون عارف كل حاجة عن مايك وماركوس، وبيؤمر رجالته إنهم يراقبوهم ويخلصوا عليهم في أقرب وقت. وتاني يوم بيروح الاتنين لفليتشر، لكن ماركوس بيكون عمال يتصرف بطريقة غريبة وبيعدي الشارع بظهره، وده لأنه من ساعة ما خرج من المستشفى بقى عارف إنه مش هيموت مهما حصل. وبيكون مايك مستغربه وخايف عليه وبيحاول يمنعه، لكنه بيكمل في جنانه وبيعدي الشارع بظهره. وبعد كده بيدخلوا الملهى وبيقابلوا فليتشر وبيعرفوه موضوع الفيديو، فبيقول لهم إن هاورد طلب منه يحمي معلوماته اللي عنده، علشان كده هو مخبيها. وبيفضل يشاور لهم بعينه علشان يفهموا، لكن مفيش فايدة، لدرجة إن ماركوس بيطلع مسدسه وبيهدد فليتشر وبيقول له يتكلم بوضوح. لكن ساعتها بيظهر جراس وبيضرب فليتشر بطلقة في دماغه. وبيعتقد مايك إن ماركوس هو اللي قتله، لكنه بيقول له إن هو ما قتلهوش. فبيبصوا حواليهم وبيشوفوا جراس من ظهره، ولما بيجروا وراه بيضرب رجالته النار عليهم وبيعرفوا يهربوا منهم. فبيطلع مايك وماركوس يجروا ورا واحد منهم، وبيتصرف ماركوس بجرأة كبيرة جدا وبيوصل له وبيكون على وشك انه يقبض عليه، لكن ساعتها مايك بيتعب وبيقع على الارض، فبيجي جراس بعربيته علشان يدوس عليه، فبيسيب ماركوس الراجل اللي كان هيمسكه وبينقذ مايك في اللحظة الأخيرة. والراجل بيركب العربية مع جراس وبيهربوا فورا. فبيدخل مايك وماركوس الملهى تاني، وبيكشف دكتور على مايكو بيقول له ان جاله نوبة خوف وهلع. فبيستغرب مايك من كلامه، ووقتها بتيجي ريتا وبتسأل عن اللي حصل. فقبل ما ماركوس يقول لها الحقيقة بيلحقوا مايك وبيقول لها انه مجرد تحقيق عادي، لان جات لهم معلومة ان فليتشر بيساعد مجرم لسه خارج من السجن، لانه بيعمل بنصيحة هاورد انهم ما يثقوش في حد ابدا. وبيجي دورنو بيقول لهم انه راجع الكاميرات وما قدرش يوصل لاي حاجة خالص، لان العصابة كانت عطلت كل الكاميرات. هو بتنادي عليهم كايلي وبتقول لهم انها اكتشفت باركود موجود في اللوحة، فبيروحوا مكان امن وبيفكوا شفرة الباركود. وبيطلع فيديو تاني لهاورد وبيقول لهم انه اكتشف ان في مجموعة كبيرة من الفاسدين في جهاز الشرطة، ولما طلب من 2 يحققوا في الموضوع اتفاجئ انهم ماتوا بعد اسبوع من حادثة العربية. وبيكون ندمان انه ما بلغش مايك وماركوس وقتها، وبيعرفهم انه عمل كده لانه كان خايف عليهم. وبيكلمهم عن قضية قديمة من سنة 2003، وبيقول لهم يدوروا في ملفات القضية علشان يقدروا يوصلوا للفاسدين. بنروح لأرماندو في السجن، هو اللي بيحس ان في حركة غريبة حواليه، وده معناه ان في مساجين ناويين على غدر. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيدخل معاهم في خناقة جامدة جدا وبيقدر ان هو يتغلب عليهم كلهم. وساعتها الحرس بيطلقوا قنابل الدخان علشان يسيطروا على الوضع. ولما بيعرف مايك اللي حصل بيروح لريتا وآدم وبيقول لهم ان العصابة حاولت تقتل ابنه في السجن، لان هو الوحيد اللي يعرف الشخص اللي امر بقتل هاورد. وبيعرفهم انه واحد من افراد جهاز الشرطة، وان ارماندو يعرف شكله لكن ما يعرفش اسمه. بيطلب من آدم بصفته رئيس الجهاز انه يدي امر بنقل ارماندو لمكان امن ويعرض عليه صور كل اللي شغالين في الجهاز فيعرفوا مين الخاين اللي بينهم. فعلا بيتم نقل ارماندو بطيارة حربية، لكن للاسف جراس بيكون منتحل شخصية الطيار المساعد، هو بيكون معاه واحد كمان منتحل شخصية واحد من الجنود اللي بيأمنوا عملية النقل. وبعد شوية بيطلع سكينة وبيهدد الطيار وبيجبره انه يبعت رسالة استغاثة للقيادة يقول فيها
ليها إن مايك وماركوس خطفوا الطيارة علشان يهربوا المسجون اللي معاهم، وبعد ما عمل كده قتلوا على الفور. وبيحس ماركوس إن في حاجة غلط بتحصل، فبيقرب يشوف في إيه في كابينة القيادة، وفجأة الباب بيتفتح وبيخرج جراس والراجل اللي معاه وبيقتل كل الجنود اللي في الطيارة. تحصل معركة قوية مع مايك وماركوس، وبيقدر ماركوس إنه يرمي الراجل اللي مع جراس من الطيارة، لكن جراس بيكون مظبط حاله وبينط من الطيارة بالباراشوت، وبيكون القفص اللي محبوس فيه أرماندو هيقع خلاص. فبيجري مايك وبيمسك الحبل اللي مربوط فيه القفص، وبيقدروا يطلعوا أرماندو قبل ما القفص يقع. وبيطلع أرماندو بسرعة على كابينة القيادة وبيقدر يتحكم في الطيارة وبيخليها تنزل في النهر بدل ما تصطدم بالأرض وتنفجر. وبيخرجوا من المية وبيمشي جوه الغابة لحد ما بيوصلوا عند مخيم وبيستخبوا علشان محدش يشوفهم. وبيقدر أرماندو يوصل لعربية الناس اللي في المخيم، ومايك وماركوس بياخدوا هدومهم. فبيخرجوا اللي في المخيم وبيرفع عليهم سلاح، وساعتها بيجي أرماندو بالعربية وبينط مايك وماركوس في العربية وبيهربوا على الفور. بالليل بتوصل قوات الجيش والشرطة لمكان سقوط الطيارة، وبتدي جودي أوامرها بالقبض على مايك وماركوس وأرماندو. ولما بتستغرب ريتا بتسمعها معاها جودي استغاث الطيار، فبتحاول ريتا إنها تفهمها إن مايك وماركوس مستحيل يعملوا كده. فبتقول لها جودي إن هي الوحيدة اللي تقرر مين المذنب ومين البريء، وبيعمل جراس نشرة بأوصافهم ويوزعها على كل العصابات، وبيحط مكافأة 5 مليون دولار للي يمسكهم. وبالليل بيروح مايك لواحدة من معارفه القدام وبيطلب منها تساعده وتديله سلاح، لكن المفاجأة إنها بترفع عليه سلاحها علشان تاخد المكافأة. فبيضطر مايك واللي معاه إنهم يستسلموا لأن مش معاهم سلاح يدافعوا بيه عن نفسهم. لكن ساعتها بتوصل عصابة تانية وبتموت كل العصابة علشان تاخد مايك واللي معاه، وبتيجي كمان عصابة تالتة وبيحصل ضرب نار بين العصابات. فبيستغل مايك وماركوس وأرماندو اللي بيحصل وبياخدوا عربية العصابة، لكن فجأة بيلاقوا قدامهم زعيم عصابة تانية رفع عليهم السلاح، لكن ماركوس بيدور العربية وبيمشي فبيخبط زعيم العصابة وبيموته. لكن العصابة التانية بيرموا قنبلة على العربية فبتمسك فيها النار، لكن ماركوس بيفضل سايق العربية بسرعة وبيبعد. وفي الوقت ده بتوصل جودي بتشوف أرماندو في العربية فبتضرب عليه نار، لكن ماركوس بيدخل بالعربية في شارع جانبي. هو بيسوق بسرعة شديدة لحد ما بيقدر يبعد عن جودي، وساعتها النار بتكون مسكت في العربية كلها فبينطوا قبل ما تنفجر. وتاني يوم بيروحوا لدورن وكايلي، وبيكون دورن وصل للمعلومات اللي قال عليها هاورد في الفيديو وبيعرضها لهم على الشاشة. فبيتعرف أرماندو على جراس لما بيشوف صورته، وبيعرفوا كلهم إن جراس كان بيشتغل مع إدارة مكافحة المخدرات. فبيتصل مايك بريتا وبيقول لها ان جراس هو الخاين اللي امر بقتل هاورد، وانه معاه الادله اللي تثبت ان هاورد بريء. وبتقول ريتا لادم كل حاجه. هو بيطمن ماركوس على عيلته من خلال كاميرات المراقبه، وبيكتشف ان العصابه بتدخل بيته. فبيتصل بابنه ريجي وبيعرفه، فبسرعه بيخبي امه ومراته في الدولاب وبيشتبك هو مع العصابه، وبيكون عنده مهارات قتاليه عاليه فبيخلص عليهم كلهم، لدرجه ان ماركوس بيكون مش مصدق اللي ابنه بيعمله. بيفضل يصرخ ويقول ان هو فخور بيه جدا. هو بيتصل مايك بكريس علشان يحذرها هي كمان، بس ما بتسمعش التليفون لان جرس الباب بيرن. ولما بتفتح بتلاقي كال بنت جودي هي اللي عرفت من الاخبار ان مايك وماركوس مطلوب القبض عليهم. ولما بترد على مايك بيطلب منها انها تهرب من البيت فورا، لكن جراس بيكون وصل فبيكتفوها هي وكال. وبيكلم مايك وبيقول له يسلموا ارماندو مقابل مراته. ولما ارماندو بيعرف بيقرر يسلم نفسه لجراس، لكن مايك بيرفض وبيكون مستغرب ان جراس عرف انهم كشفوه. فبيقول له ماركوس ان محدش يعرف التفاصيل غير ريتا، لكنهم بيثقوا في ريتا، وده معناه ان ريتا ممكن تكون حكت لادم وادم هو اللي بلغ جراس. فبيتصل مايك بسرعه بريتا وبيحذرها من ادم، فبتتصدم وبتقرر انها تتاكد، فبتكذب على ادم وبتقول له انها رايحه لمركز الشرطه لان مايك وماركوس عرفوا مكان جراس وهيروحوا يقبضوا عليه. فبيتوتر ادم وبيروح معاها. وفي الاسانسير بيكتب رساله على التليفون فبتشده منه، وبتلاقي انه فعلا بيبعت رساله لجراس. فبيضربها وبيكون عاوز يقتلها، لكن دورن وكايلي بيوصلوا في اخر لحظه وبيقدروا ينقذوها وبيقبضوا على ادم. وبنروح لجودي واللي بتكون متوتره بعد ما عرفت ان بنتها اتخطفت، فبيطمنوها انهم هيكثفوا عمليات البحث عنها. اما ريتا بتكلم ادم وبتكون مصدومه فيه جدا، فبيقول لها ان اي حاجه وارد انها تحصل في عالم السياسه،
وبيتصدم آدم لما بيعرف إنها كانت بتتكلم معاه علشان تنسخ نبرة صوته. بعدها بيتصل مايك على جراس وبيتكلموا بصوت آدم وبيقول له إنه ما كانش لازم يخطف كريس وكال لأن الشرطة كشفته. هو بيتفق معاه على ميعاد يقابلوا فيه. وتاني يوم بتوصل طيارة بحرية للجزيرة اللي فيها جراس ورجالته، وبيكون مايك وماركوس في الطيارة مع آدم. وبيغطس أرماندو في النهر علشان يقابلهم هناك. أما كايل وريتا ودورن فبيكونوا في عربية المراقبة وواقفين في مكان قريب. وبتكون مهمة دورن إنه يبعت طيارات بدون طيار فيها كاميرات علشان يراقب المكان ويتدخل لو لازم الأمر. فبيتصدم لما بيشوف إن في تمساح ضخم عايش في الجزيرة، والمفروض إن أول ما جراس يظهر يضربه مايك بالنار، لكن بتحصل له نوبة هلع وبيكون خايف إنه يصيب مراته بالغلط. وبيشوف جراس التمساح بيتحرك في المية، فبيفهم إن في حد في المية والتمساح شافه، فبيخلي رجالته يدوروا في المكان كله. وواحد منهم بيشوف أرماندو في المية لكنه بيتحرك بسرعة وبيضربه بالنار، فبيقع والتمساح بياكله. وبيطلع أرماندو من المية وبيحصل تبادل لإطلاق النار، وبيجي مايك وماركوس وبيشاركوا معاه. وبيكون مايك هيدخل في نوبة هلع، فبيضربوا ماركوس علشان يفوقه وبيقول له إنهم ما يعرفوش أي خوف. فبيفوق وبيصرخ صرخة قوية جدا وبيفتح النار على رجالة جراس. في الوقت ده دورن بيفجر عربيات العصابة علشان جراس ما يعرفش يهرب من الجزيرة أبدا. فبيدخل جراس واللي معاه مبنى كبير، وبتكون جودي في الطيارة بتشارك في عملية البحث عن بنتها، وبتعرف إن في انفجارات بتحصل في مكان قريب، فبتروح هناك بسرعة. وبنرجع للجزيرة وبنشوف التلاتة قدام المبنى، وبيبعت دورن طيارات بدون طيار بتدخل المبنى قبلهم وبترمي قنابل دخان عليهم، وبيحصل اشتباك وضرب نار. وبتوصل ريتا وكالي للجزيرة وبيشوفوا آدم وهو بيحاول يهرب بالطيارة، فبتضرب ريتا الطيارة فبتقع وبتدخل المبنى فبيتدمر المكان كله. وبيقع مايك على لوح ازاز وبيكون ماركوس عاوز ينط وراه علشان ينقذه، فبيمنعه مايك لان الازاز مش هيستحملهم، لكنه بينط والازاز بيتكسر وبيقع ماركوس في الميه. وبيشوف مايك التمساح وبيحذر ماركوس منه، فبيطمنه انه هيعرف يتعامل معاه. وفعلا بيقف قدام التمساح فبيأمره ماركوس انه يقف مكانه، وفعلا التمساح بيسمع كلامه، لكن بيجي التمساح وبيعضه في دراعه فبينط مايك في الميه وبيفضل يضرب في التمساح لحد ما بيبعدوا عن ماركوس. ومن الناحية التانية أرماندو بينقذ كال من رجالة العصابة. هو بيتصاب أثناء القتال وبيقع على الأرض، فبتساعده كال لحد ما بيخرجوا بره المبنى. أما جراس فبياخد كريس وبيهرب بيها، لكن مايك وماركوس بيروحوا وراه. ودورن بيشوف آدم واقع على الأرض فبيروح يساعده، لكنها بتكون خدعة منه وبيضربه بالنار في كتفه. فبتيجي ريتا وبتضرب آدم وبتوقعه في المية، وبيجي التمساح وبياكله. أما ماركوس فبيوصل للبحر وبيتفاجئ بنفس الشجرة والبغبغان اللي كانوا في الحلم. وساعتها بيجي جراس وهو ماسك المسدس وحاطط كريس قدامه، وبيجي مايك وبيقول له جراس يختار هينقذ مين، لكن مايك بيقول له ان في واحد صاحبه قال له انه هيجي له وقت وهيبقى قدام قرار صعب، وان صاحبه ده قال له كمان انه مش هيموت دلوقتي. فبيفهم ماركوس انه يقصده وبيحذر انه يعمل اي تصرف مجنون، لكن مايك بيضرب ماركوس بالنار وبعدها بيضرب جراس بطلقة في دماغه فبيموت على الفور. وبيجري على كريس يطمن عليها. اما ماركوس فبيفضل يتألم وبيكون مش مصدق ان مايك قتله، فبيفوق مايك من الاوهام وبيفكروا انه لابس واقي من الرصاص. نرجع بقى لارماندو اللي بيكون خارج مع بنت جودي وبتفتكر ان هو اللي خاطفها، فبترفع مسدسها في وشه وبيجي مايكو بيحاول يمنعها، لكن جودي بتهدده وبتخليه يسيب سلاحه. وساعتها كال بتفهمها ان ارماندو هو اللي انقذها، فبتهدى وبتسيب مايك ياخده ويمشي. فبياخده وبيروح بيه عند البحر وبيديله جواز سفر وبيقول له يركب القارب ويهرب من البلد فورا، فبيودعه وبيمشي. وبينتهي الفيلم بحفلة شواء عاملها مايك وماركوس. هو بيقول لهم ريجي يبعدوا عن الشواية لان هو اللي هيعمل الاكل، وساعتها مش بتعجبهم طريقة كلامه، لكنهم بيفتكروا اللي هو عمله مع رجالة العصابة فبيدوله تعظيم سلام وبيسيبوه ويمشوا. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برايك في التعليقات واقترح لنا افلام تحب نلخصها، ويا ريت تشترك معنا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.